رسالة كان بيقول اوعى تبص وراك. مشكلة في الصوت اللي أنا سامعه، صوت تك التليفون وصوت رسالة بتتبعت. كانت جاية من الصالة بتاعت البيت. دي تبقى قصة من قصص الجمدان. في ليلة هادية كنت راجع من القهوة أنا وصحابي. القهوة ديت اللي ورا البيت عندي على طول. فالمهم ودعت الشباب وخلاص كل أصحابي، دخلت البيت وطلعت دخلت الأوضة بتاعتي. ببص الساعة تقريبا كانت 1:30 تقريبا كده. الموبايل بتاعي رن مرة واحدة وهو في ايديا. كان رقم غريب ورقم معرفوش أصلا. بفتح بقول ألو مين؟ مفيش أي حاجة. صوت نفس تقيل، تحس إن في حد واقف بيتنفس بس في التليفون. وقعدت أسمعه. بعد ما المكالمة خلصت فأنا قلت لنفسي أكيد حد بيهزر، أكيد حد من الرجالة كنت قاعد معاهم بيهزر معايا. ما عداش دقيقتين تقريبا في رسالة جاتلي. المشكلة مش في الرسالة اللي جاتلي، المشكلة إن هو نفس الرقم اللي رن عليه. ما كانش رسالة، ده كان موجود في الصورة بيت. أنا لما ركزت ووضحت في الصورة إنها براد، فأنا قلت إزاي ده صورة بيت يا جدعان؟ المشكلة اللي أنا قلت لنفسي ده حد من صحابي، حد بيهزر. لا، أنا أول ما قلت الكلمة ديت سمعت صوت حد بيحدف حاجة. حاجة لما تحدف جت في باب البلكونة بتاعي. أنا استغربت والفضول جالي جوايا وخلاص أنا عايز أعرف إيه اللي بيحصل. أنا جاي جيت فاتح باب البلكونة وأبص فيه، مفيش أي حد في الشارع مضل، مفيش مخلوق واقف في الشارع. لسه بلف وشي وبرجع، في نور في الشارع قاعد بيولع ويطفي. المشكلة مش في النور، المشكلة إن كان في شخص كان واقف تحت النور ده، بس ملامحه مش باينة، لكن واقف في آخر الشارع. إن في رعب أو في شعور اللي هو جسمك يتلج مرة واحدة. أنا جيت داخل جوه، بتقفل البلكونة كويس. رجعت قعدت على السرير تاني. أول ما قعدت على السرير فجأة سمعت صوت رسالة كانت جايلي على الموبايل من نفس الرقم. المشكلة دلوقتي مش في الرسالة نفسها، المشكلة في المحتوى نفسه. وده بقول أنا واقف قدام باب شقتك حالا. أنا بروح بملابني مقولات، مبقتش عارف أعمل إيه. أقوم أفتح باب الشقة وأبص فيه، مفيش أي حاجة. تقفل باب الشقة، بص من العين السحرية على السلم، مفيش أي حاجة برا. بس في حاجة غريبة، النور اللي على السلم شغال كويس لما أنا كنت فاتح الباب. دلوقتي أنا لما قفلت الباب بصيت من العين السحرية، النور ده قاعد بيولع ويطفي بيولع ويطفي. أنا رجعت خطوة لورا كده والتليفون اللي في ايديا كان مفتوح على نفس الرسالة برضه، بس المرة دي ده كان تسجيل صوت. بفتح التسجيل بإيديا اللي بترتعش عرفتها من كتر الرعب اللي الواحد كان فيه. محتوى الرسالة هو نفس صوت المكالمة، صوت نفس تقيل كان جاي. تحس في حد بيتنفس في قلب المايك بتاع التليفون. أنا مبقتش عارف أعمل إيه. وبعدين سمعت صوت همسات، حد بيتكلم أو حد بيهمس كده بس بصوت واطي. أنا مش فاهم ولا كلمة من اللي هو بيقولها. همس، مفيش صوت نهائي. مرة واحدة في حد قال في التسجيل افتح الباب أنا واقف برا. أنا لما سمعت الكلمة ديت جسمي سرق، مش عارف أعمل إيه. جيت راجع وبصيت تاني للعين السحرية، برضه مفيش أي حاجة. أنا دلوقتي بحاول أقنع نفسي إن في حد بيهزر، وهل ده هزار وحد عامل فيها مقلب. لا أنا مش عارف في إيه، بس أنا برضه عايز أتأكد في إيه اللي بيحصل. فأنا رجعت تاني وبصيت بالعين، بس المرة دي أنا اللي أنا شفته جمد الدم في عروقي، جمد الجسم، مبقتش عارف أتحرك. عين حد بص عليا من الناحية التانية. أنا شفت المنظر
عين حد بص عليا من الناحية التانية. أنا جيت صارخ وجيت راجع لورا واجع، والتليفون وجع من ايديا. التليفون اللي وجع، اللي هو التسجيل كان لسه شغال عليه، وأنا واجع على الأرض والتليفون في ريحي، والتسجيل اللي شغال وبيقول بص وراك. فأنا بلف راسي ببص، ملقتش أي حاجة. في ايه؟ لحد الآن وهم نفسي إن في حد بيضحك عليا، أو حد بيعمل فيها مقلب. فأنا جيت جنب الأرض ببص على باب الأوضة اللي أنا طلعت منها. باب الأوضة مقفول. طب ازاي؟ باب الأوضة ده لسه مفتوح بإيديا. فأنا كده مشيت خطوتين وسمعت صوت. الصوت ده كان جاي من قلب الأوضة. الصوت ده كان حد كان قاعد، أو تقريبا يعني حد كان قاعد ماسك موبايل بيتكتك عليه، أو ده بيبعت حاجة من عليه، مع إن الموبايل بتاعي واقع في ريحي. طب ازاي؟ أنا جيت جري كده وجيت داخل على الأوضة، كان في تليفون كان محطوط على السرير. طب ازاي؟ أنا التليفون بتاعي كنت ماسكه في ايديا، ده تليفون مين؟ جه هنا ازاي؟ أنا لما ركزت أكتر كان في صورة شخص على التليفون. أنا لما عرفت الشخص ده مين، جسمي اتصلب في مكانه من كتر الرعب. ودي كانت صورتي أنا. طب ازاي؟ ده تليفون مين؟ والصورة دي اللي جابها في التليفون ده. بقيت ماسك التليفون كده وببص فيه كويس، هي صورتي فعلا بس في حاجة غريبة. في رسالة مكتوبة تحت الصورة دي، مكتوب بالنص كده: أنت مراقب الآن. يعني يعني أنا بتراقب في الوقت ولا إيه؟ أنا مش فاهم أي حاجة ومش عارف اللي بيحصل. بحاول أقنع نفسي بأي طريقة إن ده هزار، حد بيهزر، حد بيعمل فيها مقلب. بس في حاجة شتتت انتباهي ساعتها. في صوت تكتكة موبايل، صوت حد بيبعت رسايل، كان جاي من الصالة. لسه بلف وشي ببص، نور الشقة بحاله غضب. مكملش ثانيتين النور رجع تاني. ببص تاني على السرير عشان أشوف الموبايل، مفيش أي حاجة. الموبايل اسمه ضخم. ومن يوميها أنا التليفون بتاعي تيجي الساعة 2 بالظبط التليفون ده بيرن، ومن نفس الرقم المجهول. أنا غيرت التليفون بتاعي، مبقاش التليفون اللي كان بيرن منه ده غيرته خالص، جبت تليفون جديد. الموضوع كان مرعب بجد. مرة أنا قبل ما اشتري التليفون بيوم تقريبا اللي اتحل عليه التليفون بتاعي يعني الساعة 2. أنا المرة دي كان في فضول، طب الرقم ده كل يوم بيرن الساعة 2 بالليل. جيت فاتح المكالمة، بس المرة دي مش صوت تقيل، لأ، بس حد بيصرخ وبيقع على الأرض. عارفين ده معناه اللي بيصرخ في التليفون ده كان أنا. طب حد هيطلع يقول ازاي؟ هقولك، أنا لما شفت العين اللي كانت ورا الباب، أنا صرخت وجيت واجع. هي نفس الصرخة.